السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة عندي كيلو لحمة. كندوز صغير قسمته على أكلتين، هعمل بامية وهعمل طبق لحمة بالبصل. حاجة كده طعمها خيال. هنزل الأول باللحمة، قطعتها مكعبات صغيرة وحطيتها في معلقة زيت وسبتها تتشوح شوية. هنقلب باستمرار لحد ما اللون بتاعها يغمق وتاخد اللون بتاعها الاصلي. هنزل بقرن فلفل حامي، ده اختياري، وهنزل بقرن فلفل احمر. انا ما كانش عندي احمر، حطيت فلفل الوان عادي، مفيش مشكله. تمام كده. هناخد تقليبه كده وهنزل. انا كنت حاطه في اللحمه ديت بصلايه صغيره متقطعه، لان اللحمه ديت بتعتمد على الصوص بتاعها. تمام كده. انا كنت مقطعه في اللحمه ذات نفسه من غير ملح من غير اي حاجه. الوقت هجيب بصلايه كبيره واقطعها جوليان وهنزل على اللحمه. عايزين تحطوا بصلتين 3 على حسب الكميه اللي انتوا هتعملوها. انا نزلت بصلايه كبيره، كان عندي بصلايه صغيره، يبقى بصلايه كبيره وبصلايه صغيره. تمام كده. هسيبها تتشوح تشويحتين كده خفاف. هنزل برشه فلفل اسود ومعلقه توم صغيره، بما يعادل من 3 ل 4 فصوص توم يكونوا بعدين هسيبهم يتشوحوا شويه. طبعا انا حطيت فلفل اسود، حطيت بصلايه كبيره وكمان بصلايه في اللحمه، ونزلت بقرن فلفل حامي، قرن فلفل احمر. هنزل كمان بقرن فلفل اخضر. هي بتعتمد على البصل وبتعتمد كمان على الفلفل. مش عايزين تحطوا فلفل خالص مفيش مشكله، يبقى طعمها هيبقى بصل وثوم. ده كده طعمها وهم مقربة جدا لكباب الحلة. هنزل بكوباية مية لا غير، وهوطي عليها النار تتشرب المية على حسب سوى اللحمة. انا جايباها كندوز صغير فمش هتاخد وقت. انا دلوقتي هدخل في الطبق التاني اللي هو طاجن البامية. حاجة كده من الاخر. انا نزلت ببصلاية صغيرة وسط، ونزلت بقطعة دهنة صغيرة لان انا محطتش سمنة، يعني حاجة لا تذكر. اشوحها مع البصلة وبعد كده انا هشيلها. نزلت بنص كيلو اللحمة مكعبات برضو صغيرة، علشان ما تبقاش مكعبات كبيرة كده والبامية صغيرة يبقى شكل العام مش قد كده. تمام. نزلت برشة فلفل اسود، رشة بس. انا مش عايزة الصلصة تغمق ولا اللحمة حتى يعني مع البصلة تغمق، رشة بس. وهنزل عليها بمعلقة صغيرة توم، وهنقلب. طبعا اساس البامية التوم. هنقلب شوية وهنسيب اللحمة كده مع نفسها، هنوطي النار عليها ونسيبها شوية. تمام. انا حطيت كمان، حاسه ان التوم قليل، حطيت كمان يجي فصين. ده كله ده توم مفروم. هسيبها تتشوح شويه. دي كده بعد ما اتشوحت البصل اصفر واللحمه بدات تدخل في السويه. هنزل باللتر من الصلصه وهقلب تقلبتين واسيبها شويه. اول ما تغلي هنزل بنص معلقه سكر علشان تقلل الحموضه بتاعه الطماطم. تمام كده. تمام. هنزل كمان. انا شايفه ان الطماطم عندي مش حمرا قوي، فانا هعمل ايه؟ هجيب معلقه صلصه وهنزل بيها. الباميه بتبقى محتاجه صلصه حمرا كده نعرف نغمس بيها. انا نزلت اهوت بمعلقه الصلصه، كفايه معلقه جدا مش هنكتر. دي طبعا لسه ما اتسبكتش، انا هسيبها تتسبك شويه، هوطي عليها النار واسيبها تتسبك. انا كده حطيت معلقه السكر، معلقه صغيره خالص او رشه بسيطه، واسيبها تتسبك خالص على ما نطلع الباميه من الفريزر. انا كان عندي باميه كنت جايباها من يومين وما استعملتهاش، حطيتها في الفريزر. طبعا احنا يعني قررناها، حطيناها في ميه مغليه وشلناها، عصرنا عليها ليمون وشطفناها وسيبناها لما تهدى خالص، كيستها وحطيتها في الفريزر. تمام كده. كده دلوقتي الصلصه بدات تتسبك. انا
انا مش عايزه تسبيكه دلوقتي، انا عايزه اللحمه تستوي، فانا مش هستعجل عليها، اوطي عليها النار واسيبها لما تتسبك، وبعد كده هنزل عليها بالباميه. الباميه لازم تكون، مادام انت جبتيها حطيتيها في الفريزر، ما ينفعش نسيبها تفك، لا هننزل عليها بالصلصه وهي متلجه. واهم حاجه الصلصه تكون بتغلي. بصوا متلجه ازاي، بصوا الخضار بتاع الباميه حاجه كده بتدخل القلب. تمام. هنزل بالباميه وهقلب تقليبه، وهنزل اهم حاجه بعصره ليمون. ليه بعصره ليمون؟ ما انت عاملاها قبل كده علشان ما تنزلش التمزيجه بتاعتها. تمام خلاص كده. عايزين تحطوا رشه توم صغيره، معلقه يعني، ممكن يعني فص توم صغير برضو بيدي لها طعم حلو قوي، مفيش مشكله. دي كده خلاص. هنبدا بقى كده، اللحمه استوت، دخلت خلاص في السوي خلاص، يعني 5 دقايق خلاص ونقفل عليها. نزلنا عليها بالباميه، هتاخد تتشرب من اللحمه الباميه ومن الصلصه. حلو الكلام. طب قولوا بقى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. قبل ما نعمل اكل لازم نقول بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، عشان الاكل يبقى فيه بركه وفيه اطمئنان وانت بتعملي الاكل وصدرك مشروح كده. الاكل يطلع من ايدك زي الفل. هنزل بقرن فلفل حامي وده اختياري، وهنزل بقرن فلفل احمر، ما كانش عندي احمر البلدي نزلت بقرن نص قرن فلفل رومي الالوان. تمام كده. هنسيبها بقى براحتها قيمة ربع ساعة نص ساعة، نوطي عليها النار ونسيبها. وقطعت كمان فلفل. الفلفل اساسي في البامية، تدي ريحة مع الثوم، ريحة وهم. طبعا انتوا احسن مني بكتير في الطبخ، بس انا بقى يعني دي تجربتي الشخصية، وصفتي الشخصية للبامية. انا عملت قبل كده طاجن بامية على اليوتيوب، وده الطاجن التاني، بس انا عملته في البايركس عشان لو مفيش حد عنده طاجن ينزل بالبايركس. شكل البامية لما يدخل الفرن حاجة كده وهم، شكله شيك. بدل ما نحط في اطباق، لا هنحط في سيرفيس كده وندخله الفرن ونحطه على السفرة. انا حطيت قرن فلفل اخضر، نص فلفل اخضر، وحطيت حبة توم صغيرين زي ما انا قلت، والملح والفلفل. بصوا شكله عامل ازاي، غرفته. بصوا اللحمة عملت ازاي بعد ما استوت، حاجة كده طعم وريحة تحفة. وعملت بتنجان رومي وحطيت عليه بصل اللي حابب البصل، وبألف هنا وشفا.